الاتحاد العربي للثقافة والعلوم الأدبية نلتقي بالسيد الدكتور البروفيسور محمد الشعيبي رئيس جامعة تعز. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا فيك يا مرحبا. حضرتك النهارده بتشارك معنا في الاحتفالية بتكريم 100 شخصية على الوطن العربي، يعني كلمنا عن مشاركتك النهارده في الاحتفال. طبعا اولا انا بتقدم بشكر جزيل للاتحاد العربي للثقافه والاداب، وبكل تاكيد بتشكل هذه الفعاليه على مفارقه في تاريخ المؤسسات الثقافيه العربيه، حيث ستعزز هذه الفعاليه او اختيار 100 شخصيه على مستوى الوطن العربي بالعلاقات بين الدول العربية. وجه كلمة للدكتور صبحي على الاحتفال والتنظيم. أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الدكتور صبحي إمام على التنظيم لهذه الفعالية وعلى اهتمامه بشكل عام بهذا الجانب المهم. هذه الاحتفالات والتكريمات تعمل على الوحدة العربية والتقارب بين الشعوب. بكل تأكيد أنا قلت بتشكل على مفارقة يعني، والأول مرة تحصل في تاريخ المؤسسات الثقافية على مستوى الوطن العربي. بالنسبة لاختيار الشخصيات والتكريمات، ايه رأي حضرتك؟ بالنسبة اختيار الشخصيات، والله بكل تأكيد هناك بتكون في معايير وفي اختيارات موفقة بكل تأكيد يعني. شكرا جزيلا. الاتحاد العربي للثقافة والعلوم الأدبية نلتقي مع النائب محمد رضا البنا عضو مجلس النواب. أهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، مبارك. تمام. كنا عايزين حابب حضرتك تكلمنا عن مشاركتك النهارده في الاحتفال. والله احنا جايين النهارده بنشارك في احتفال ال 100 شخص المكرمه، وطبعا مع الدكتور صبحي. دكتور صبحي من الاصدقاء ليا الجمال، فان شاء الله باذن الله شايف ما شاء الله الناس جميله، وشايف التنظيم لذيذ، وبفضل الله وبفضل الدكتور صبحي ان شاء الله ينجح المؤتمر ويبقى فيه افضل ان شاء الله باذن الله. حضرتك شايف ان التكريمات ديت بتعمل على التقارب بين الشعوب العربيه وبعضها؟ التكريمات دي اولا بتبقى فيها اولا محبه بين الشعوب وبعضها. الحاجه الثانيه اللي انت طبعا بتدي طبعا باور اللي هم الناس اللي بتكرمهم، اخواتنا الدكاتره او اخواتنا طبعا اللي هم شاركوا في الحروب او الكلام ده كله. فاحنا طبعا لازما والناس دي ما تنسيش عشان دي بتبقى افضل منها وخبراتنا واللي احنا بنتعلم منهم، وده انا شايفها اللي هي بتبقى مقاربه وبتبقى افضل ان انت بترتبط بالخارجي، يبقى افضل ليك كشعب كمصري او الكلام ده. توجه رساله بقى للدكتور صبحي والاتحاد العربي للثقافه. احنا طبعا بنشكر الدكتور صبحي على التنظيم الجميل دون، وبنشكره طبعا على التكريم اللي هو يعني بنشكره طبعا على التنظيم الجميل، وبنشكره على التكريم اللي هو عامله وعلى الحفل الجميل ده. ان شاء الله يعني يبقى بالتوفيق دايما، وان شاء الله يبقى فيه افضل وافضل ان شاء الله. اشكرك سياده النائب. انا من الاردن، مهندس الجسد الاول على مستوى العالم، والدكتور محمد خالد البقاعي راعي هذا الاحتفال. شرفنا بيك. كلمنا عن مشاركتك النهارده في الاحتفال، وليه حضرتك راعيت الاحتفال دوت؟ اول شيء احنا بنحب مصر، ومصر انا بتعامل معها من سنه 1978، لانه انا اللي في مجال في العاب الدفاع عن النفس والكاراتيه، وانا بطل عالم في الكاراتيه مع اخواننا في مصر وهون ابطال العالم كله. مشاركتي مع الدكتور صبحي اتصل فيه وقال لي عايزين تكون راعي، قلت له ما دام في مصر انا جاهز، فانا جاي راعي لهذا الاحتفال ان شاء الله، وتقديم انجازاتنا وما هو جديد في حل مشاكل الحالات المستعصية التي ليس لها حل، وحصلت على تقرير لا علاج لا شفاء. احنا اوجدنا الحل وسنعرض ذلك امام الجميع ان شاء الله. يعني ايه مهندس جسد؟ مهندس جسد هو انا يعني يقوم في اعاده تشغيل وتفعيل ما تم ضعفه في الجسم لاي سبب كان، سواء كان خطأ طبي او كان حادث سير او كان ناتج عن ادويه او عن جلطات او مشاكل العمود الفقري. هذه بنعيد تشغيل الجهاز العضلي ومسارات من خلال العمل على مسارات الطاقه، وبالتالي رفع مقدار الجهاز المناعي في الجسم دون استخدام اي اجهزه او واسطه بين اليد والجسم، بدون اي سايد افكت اطلاقا. وهذه اثبت نجاحها منذ اكثر من 40 عام في هذا المجال. ايه الفرق بينها وبين العلاج الطبيعي؟ العلاج الطبيعي هو من العلوم الطبيه المساندة، وهو علاج يعني ممتاز، لكن يتوقف عند الحالات التي امثال السي بي اللي هي حالات نقص الاكسجين، حالات موعد الحوادث، تمزق الضفير العضديه. هذه ما لها حل لا في العلوم الطبيه ولا في الطب نفسه، ليس عيبا فيها، ولكن هي لم تتطرق ولم تحل هذه المشاكل. فكان لزاما علي كعربي ومسلم ان اجد حلا لهذا الامر في حل هذه الامور من خلال هندسه الجسد، العلاج باليد. لو في تجارب لامراض معينه صعب شفائها بالعلاج الطبيعي،
والعلاج بالجسد نعالجها، ممكن تذكرها لنا؟ كثير زي ما ذكرت سابقا. الآن حالات سي بي نقص الأكسجين ما لها علاج لا في الطب ولا في العلاج الطبيعي، احنا حليناها واليوم حنشاهد. ممكن ازاي توضح لنا ازاي يعني؟ ازاي هو العمل المفهوم جديد بالنسبه للساده المشاهدين، فاحنا عايزين نوضح. هي هندسة الجسد، هي العمل على الجسد لإعادة تشغيله، لأنه هذا الجسد هو صناعة ربنا، لا يمكن ما يتم شفائه بإذن الله، هو الشافي والمعافي. هذا الجسد يعمل بأمر من الله سبحانه وتعالى. عندما يتم حادث أو خطأ طبي أو مشكلة للجسد لابد من إعادة تشغيلها وتفعيلها مرة أخرى من خلال هذه الطريقة. عندما عجزت الطرق الأخرى عن حل هذه الأمور احنا قمنا بحلها بإذن الله من خلال هذه الطريقة، لأن الجسد هو صناعة ربنا، وهذا الجسد لا يمكن أن ينتهي إلا بخروج الروح للجسد بعيد عنا وعنكم جميعا إن شاء الله. طب هذا النوع من العلاج يعني موجود منتشر في العالم ولا عندكم بس؟ هذا أنا مؤسس هندسة الجسد على مستوى العالم، هو في الأردن، مقره الآن في الأردن، وكثير من الجامعات من خارج الأردن وداخل الأردن بيعملوا تطبيق عملي لدينا حتى يمارس هذه بعد عمل دورة خاصة له، سواء كان علاج طبيعي أو طبيب أو ممرض أو أي كان في تخصصه. امتى نشوف مركز في مصر ان شاء الله للعلاج بالجسد؟ والله الآن في مشاورات شديدة مع جامعة إن شاء الله جامعة القاهرة أو الاتحاد العربي للثقافة، احنا الآن بصدد العمل على هذا الأمر إن شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا يا دكتور. حياك الله، شكرا لك وبارك الله فيك. شكرا.